قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك. النهاردة معانا ملخص فيلم لو أبايدنج سيتيزن. الفيلم بيبدأ بكلايد اللي بيكون خبير تقني، وهو قاعد بيلعب مع بنته ومراته. الباب فجأة بيرن، فبيقوم يفتح مفكره الدليفري، فبتخش عليه عصابة تضربه على راسه وبتبدأ تسرق في البيت. بس مراته بتلاحظ، بس العصابة بتمسكها وبتضربها وبترميها على الأرض. وزعيم العصابة بيضرب كلايد بالسكينة وبيقول له إن هو ما يقدرش يحارب القدر. بيموت مراته قدام كلايد، وتظهر بنت كلايد بسبب الدوشة، بس العصابة بتروح تقتلها هي كمان. والكلام ده كله بيكون قدام كلايد قبل ما يغمى عليه. وبعدين بنروح لنيك، محامي الادعاء، المفروض هو اللي ماسك قضية كلايد. بيكلم جوناس مديره. نيك بيقول له إن هم يعملوا صفقة مع القتلة في قضية كلايد. جوناس بيقول له بس دول قتلة وقتلوا البنت الصغيرة كمان. نيك بيقول له إن هو مش ضامن يكسب القضية لأن الأدلة قليلة، إن هو كده أحسن بدل ما يخرجوا خالص. وبعدين نيك بيروح يقابل كلايد، بيقول لكلايد إن هو يعمل صفقة مع داربي زعيم العصابة اللي هجم عليه، وإن الحرامي إيمز اللي كان معاه هيتعدم، بس داربي هياخد حكم مخفف. وكلايد بيبدأ يجادله ويقول له إن داربي هو القاتل، ونيك بيقول له إن مفيش شهود، إن كلايد ما كانش في كامل وعي عشان يبقى شاهد. كلايد بيطلب منه إن هو ما يعملش الصفقة دي وإنها صفقة مشبوهة، ونيك بيقول له خلاص صفقة تمت. ونيك بيروح في المحكمة قدام القاضية، بيدي داربي الاتفاق عشان يمضي عليه، وداربي بيقول له إن إيمز شريكه يستحق يتعدم. بيخرج نيك للإعلام كأنه بطل، ويقول إن إيمز هيتعدم وداربي هياخد حكم مخفف. وداربي بيقف يشكر نيك، ونيك بيلاحظ إن كلايد واقف بعيد بيشوفه. وبتعدي 10 سنين بعد الحادثة دي، وحياة الكل استمرت. وبيكون نيك مقضي أول يوم مع عيلته في البيت، وبعدين بيروح يقابل سارة زميلته عشان يتابعوا إعدام إيمز شريك داربي. وبيتم إجهاز إيمز للإعدام بالحورة القاتلة. وإيمز بيقول لهم إنه عمل حاجات كتير، بس مش هو اللي قتل بنته وأمها. بتبدأ عملية الحقن اللي بتبدأ الأول بحقنة مخدرة عشان اللي هيتعدم ما يتألمش، بس بيحصل عكس كده أهو، وإيمز بيبدأ يتشنج ويتعذب، وعلى الرغم المفروض إنه واخد مخدر. وبيكون كل الموجودين مرعوبين، ويطلعوا بره مستغربين ازاي ده حصل. بيحققوا في الموضوع، وبيلاقوا ازازة السم المستخدمة في الإعدام مكتوب عليها إنك ما تقدرش تحارب القدر. ودي نفس جملة ضرب لكلايد قبل ما يقتل مراته. بيتناقش نيك مع فريق المحققين بتوعه، بيعرفوا إن ضربي أخد 3 سنين بس في قضية كلايد. بيروح عشان يقبضوا على ضربي لأنهم شاكين فيه إن هو اللي عذب إيمز. وضربي بيكون بيتفرج على التلفزيون على خبر تعذيب زميله وهو بيتعدم، وبيضحك. بيجيله تليفون من واحد بيقول له إن الشرطة في طريقها ليك، وإن هو هيساعده عشان ما يتحبس. وضرب بيضرب نار على الشرطة بيقدر يهرب من أسطح البيوت. واللي بيكلمه في التليفون بيقول له يرمي المسدس خلاص. وضرب بيسأله هو بيساعده ليه، وهو بيرد عليه بيقول له إن هو عايزه يبقى بره السجن. بيقول له إن هو مخدر له شرطي في عربية معينة، وإن هو هيروح يفوق الشرطي ده ويخليه ياخده لمكان معين. وبيوصلوا لمكان معين، وضربي بيهدد الشرطي، والشرطي بيترجاه إن هو كده مش هيعرف يشوف مراته وبنته تاني. فجأة ضربي بيحس بتغيير، بيطلع الشرطي والشخص اللي بيساعده في التليفون هو كلايد. بيقول له إن هو كده كده مش هيقدر يشوف مراته وبنته تاني عشان ضرب ياخده منه. وكلايد بيقول له إن هو حقن بسم عصب من خلال المسدس، وإن ضرب دلوقتي مشلول بس إنه حاسس بكل ألم. وكلايد بياخده المخزن تبعه وبيحقنه بأدرينالين عشان يفضل صاحي مش يغمى عليه من الألم. ويقول له إن هو عارف إحساس العجز بتاعه دلوقتي لأنه جربه قبل كده مع مراته وبنته. وبيحط مراية لضرب فوق عشان يشوفه بقطع حتت. وبعد ما بيقطع حتت وسجله على الكاميرا، بيروح يحرر الشرطي اللي كان سارق عربيته وبيغير لبسه وبيمشي. فريق المحققين بيكتشفوا قصة ضرب وهي متقطعة 25 حتة. ونيك بيفكر في كلايد لأنه عنده دافع، والمخزن أصلا بتاعه. وسارة بتقول له إن كلايد عبقري، وكان عنده بيزنس كتير بس صفاه واشترى عقارات كتيرة بفلوسه، بس أماكن العقارات دي مش معروفة. وبيكون كلايد قاعد مستني الشرطة، والشرطة بتجيله بيسلم نفسه من غير مقاومة. ونيك بيلاقي في بيت كلايد كتب كتير عن القانون. وجوناس بيقول لنيك إن مفيش دليل قوي على كلايد، إن هما محتاجينه يعترف. وشخص بيروح يوصل بريد لبيت نيك، بيطلع شريط فيديو، وانتوا بتشغلوا بيطلع فيديو لكلايد وهو بيقطع ضربي وبيعذبه، وانتوا بتترعب. ونيك بيقول لكلايد ان هو سعيد باللي عمله في ضربي، وانه كان يستاهل، وهو محتاج اعتراف كلايد عشان ينهي القضيه دي. كلايد بيبدا يلعب بعقل نيك، بيقول له انا خططت اقتله وكان نفسي وكنت اتمنى. ونيك بيفكر نفسه كده خد اعتراف كلايد. كلايد بيقول له ان ده مش اعتراف، ويقول له ان هو كان بيخطط لقتله بس هو ما قتلوش، وان نيك المفروض يلغي مواعيد الاسبوع ده لانه هيبقى مشغول مع كلايد. وكلايد بيقول له بما ان انت بتحب الصفقات فانا هعمل معاك صفقه، انا هعترف لك بالتفصيل لو جبت لي سرير مريح في السجن، لان سراير السجن وحشه. وهنا نيك بيرفض،
بس جوناس بيلوم نيك وبيوافق على عرض كلايد، وبيجيبوله فعلا سرير مقابل اعترافه. ولحظتها نيك بيجيله مكالمة من مراته بتقوله على شريط الفيديو إنها مرعوبة، وكلايد بيخش الزنزانة مع مجرم تاني. وسارة بتقول لنيك إنها اتحرت عن كلايد، وإنها عرفت إنه كان شغال مع وزارة الدفاع، بس ما تعرفش إيه طبيعة الشغل ده، وإنه كان سري. وبيروحوا محاكمة كلايد، بس كلايد بيطالب إن هو يدافع عن نفسه، وبيقول إن هو طول عمره مواطن ملتزم بالقانون، وإن نيك ما عندوش أي دليل ضده، وإن احتجازه ضد القانون. القضية فعلا مبتلاقيش دليل عليه، وتكون كده هتحكم لكلايد إنه يخرج. وكلايد بيضل إنه يضحك ويسقف ويشتم القضية، ويقول لها إنها غبية جدا وأي حد بيضحك عليها، وإنها حكمت قبل كده بحكم مخفف على داربي على الرغم إن هو قتل مراته وبنته، وإنها غبية وعايزة تطلق سراحه على الرغم إن هو قتل داربي وإيمس. القضية بتؤمر إن كلايد يرجع السجن، وكلايد بيدي نيك اعتراف مفصل لقتل إيمس وضربي، ونيك بيكون هيقوم يمشي، بس كلايد بيقول له إن هو عنده اعتراف كمان، وإن هو هيقول له عليه بكرة أما يجيب له قطعة ستيك كبيرة. ونيك بيقول له إن هو ما عندوش حاجة يفاوض عليها، فبيقول له إيه رأيك في حياة بيل محامي ضربي، بيقول له إن هو يجيب له بكرة الوجبة الساعة 1، يا إما مش هيلحقوا ينقذوا بيل. وفعلا بيجيب له الوجبة الساعة 1، بس بتوصل متأخرة. وكلايد بيسأل جوناس الساعة كام، قال له الساعة 1 و8 دقايق. كلايد بيقول له إنهم اتأخروا 8 دقايق. بيدي نيك إحداثيات اللي هيلاقوا فيها بيل محامي ضربي، ونيك بياخد الطيارة وبيروح بسرعة المكان، ويبدأوا يحفروا مكان شنطة بيل اللي هناك، ويلاقوا بيل مدفون متوصل بأنبوبة أكسجين بالبرمجة إنها تقف الساعة 1 و15 دقيقة، والوقت اللي أخدوه عشان يوصلوا البيل كان 15 دقيقة بالظبط. والكلام ده معناه إن هما لو كانوا وصلوا الأكل الساعة 1 بالظبط لكلايد كانوا يقدروا ينقذوا بيل قبل ما يموت. وزميل كلايد في الزنزانة بيقول له إن هو يخليه ياكل معاه يا إما هيضربه. كلايد بيقول له تعالى كل، وبياخد المعلقة وبيطعن بيها زميله في رقبته لحد ما بيقتله. بينام في الزنزانة بكامل هدوء كأنه معملش حاجة. نيك بيعرف باللي عمله كلايد في زميله، بيأمر إن كلايد يتنقل زنزانة انفرادي. نيك بيكلم كلايد بيقول له إن هما لقوا بيل ميت. كلايد بيقول له إن العدالة مش مريحة للكل، وإن هما اللي قتلوه أما اتأخروا. وبيديله صور بنته كانت عاملاها لكلايد، بيقول له إيه رأي بنتك ومراتك فيك دلوقتي. وكلايد بيقول له إن مراته وبنته ميتين ومش حاسين بحاجة دلوقتي. وبعدين نيك بيروح يقابل عميل في وزارة الدفاع، والراجل بيكون خايف، ويقول لهم إن كلايد كان عقل اللي بيخطط لعملية الاغتيال الصعبة اللي مش بنعرف نعملها، وإن كلايد يقدر يقتل أي حد من غير ما يكون قريب منه أصلا، وإن هم حاولوا قبل كده يقتلوا إرهابي بكل الطرق، حتى إن هم قصفوا بيته بس معرفوش، وطلبوا من كلايد. وكلايد قدر يطور خيط ويحطه في كرافتة الراجل ده، وبعدها بيومين لقوه مخنوق في حمام بيته. وإن كل حركة كلايد بيعملها بيكون لها هدف مش عشوائي، وإن الحل الوحيد إن هم يوقفوا كلايد إن هم يقتلوه. وبيروح نيك وجوناس يطلبوا من القضية إنها تمد فترة سجن الانفرادي بتاع كلايد، وهي بتوافق. وهي بتكلمهم تليفونها بيرن، وأول لما بتيجي ترد عليه التليفون بينفجر في دماغها وبيقتلها. ونيك بيروح لكلايد، كلايد بيقول له إن هو يمشيها قبل الساعة 6 الصبح، وإلا كلايد هيقتل كل الموجودين في المكان. بيكونوا قاعدين قبل ما الساعة تيجي الساعة 6، بيكونوا متوترين وخايفين. واما الساعة 6 بتيجي بيلاقوا ما حصلش حاجة، ونيك بيقول لهم روحوا ارتاحوا لأنكم سهرتوا وتعبانين. بينزل كل واحد ويروح على عربيته عشان يدورها، وأول لما العربيات بتدور بتنفجر كلها. بيموت كل زباين نيك مرة واحدة، وكمان سارة زميلته جوه العربية بتنفجر بيها. المحققين بيقولوا إن كلايد فجر كل العربيات دي عن بعد، وإن عربية نيك الوحيدة اللي مكانش فيها متفجرات. ويروح نيك وجوناس لعمدة المدينة، والعمدة هنا بتبدأ تزعلهم إن اللي بيعمل كده تحت إيديهم في السجن. بيروح نيك بيته وبيطلع مراته وبنته من البيت عشان يبعدهم عشان خايف عليهم. ويخش البيت بيلاقي حد كان في البيت وحاطط صورة ليه وهو بيسلم على ضربي. ويروح نيك يضرب كلايد، بيقول له إن هو عمل الصفقة دي مع ضربي لمصلحته، وإن الاتنين كانوا ممكن ياخدوا براءة. وكلايد بيقول له ساعتها كنت هتطلع وأنت عامل اللي عليك، إنما أنت كنت عايز الشهرة. ويروح نيك وجوناس جنازة زمايلهم اللي ماتوا، وجوناس بيعتذر لنيك، بيقول له إن اللي بيحصل فيهم ده بسببه. بيبدأوا يتحركوا بالعربيات عشان يمشوا، بس بيظهر روبوت عليه أسلحة بيتحكم فيه واحد عن بعد، وبيطلع نبض كهرومغناطيسي بيعطل العربيات كلها. بيبدأ يضرب نار عليهم ويدمر عربية جوناس وبيقتله. ونيك بيحاول يستقيل، بس العمدة بترفض وبتعينه مكان جوناس محامي المقاطعة، وبتعلن حالة الطوارئ. ويلاقي سارة كان واصل لها إيميل بممتلكات كلايد وأماكنها. يروح نيك مع زميله المصنع من المصانع دي بيفتشوها، وبيوصلوا لمكان سري موصل بنفق، والنفق ده بيوصل لزنزانة كلايد الانفرادية. وإن كلايد كان عامل مجموعة من الأنفاق تحت السجن، وإن هو مخطط للموضوع ده من زمان. وبيلاقوا كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في النفق، بس ما بيلاقوش كلايد في زنزانته. وبيلاقي إن هو كان مزور تصريح دخول مبنى العمدة بتاع المدينة. كان كلايد كان قدر ساعتها يتنكر ويخش جوه مبنى العمدة ويزرع قنبلة نابالم تحت قاعة المؤتمرات عشان يقتل العمدة والكل. ونيك بيوصل بسرعة لمبنى العمدة قبل الاجتماع،
وبيلاقي القنبلة، وخبير مفجرات بيقول له إنها بتنفجر من خلال تليفون كلايد بس. ونيك بيطلب منهم إن هم يفكوا القنبلة بسرعة، وكلايد بيكون قاعد بيراقب اجتماع العمدة في قاعة المؤتمرات، ويلاقي نيك داخل عليه بيقول له إنه عارف كل حاجة كلايد عملها. بيطلب من كلايد إن هو يوقف كل أفعاله دي وإن هو ما يفجرش القنبلة، بس كلايد بيرفض وبياخد قراره وبيتصل بالتليفون على القنبلة عشان تنفجر في مبنى العمدة. بس يلاقي القنبلة محطوطة تحت سريره، وإن نيك حولها تحت سريره قبل ما كلايد يرجع. نيك بيقول له إن أنت اللي خدت قرارك. بيكون قدام كلايد 25 ثانية بس قبل ما القنبلة تنفجر. يمسك الصور اللي بنته كانت عاملاه له ويفتكرها هي ومراته، والقنبلة بتنفجر فيه. بيكون نيك هرب، وبيخلص الفيلم على كده اهو. متنساش اللايك والاشتراك. يلا سلام.